اتكلمت المره اللي فاتت عن قصه الريسيفر الداخلي. في ناس كتير تقول لي لا ده شغال معايا، وفي ناس بدات تنتقدني، وفي واحد طلع من كارفور مدير مبيعات والكلام ده كله، لقيته على التعليق بيقول لي لا ده كلام مش كويس، والكلام ده مش معقول، وانت ما تفهمش حاجه. فانا حبيت ارد عليه رد خفيف جدا واقوله له خلاص يا سيدي، انا الريسيفر الداخلي عندك شغال ومفيش اي مشكله فيه، مبروك عليك، بس ما تجيش تلومني ولا تلوم نفسك لما الشاشه بقى بتاعتك تبوظ وتترمي وتدفع فيها فين و3 و4 و5 وممكن ما تصلحش وتترمي. ساعتها بقى بقول ده كلام صح وكلام غلط، وانا بسوق لفيديوهاتي وانا ما بسوقش لفيديوهاتي، والله عمري ما بسوق لفيديوهاتي ولا عايز حاجه من فيديوهاتي غير ان انا بنصحك انا حاجه. اشمعنى انت من وسط الناس دي كلها يعني، انت وغيرك والواحد او اتنين طلعت وتقول لي ان الريسيفر الداخلي مفيش مشكله وانت ما تفهمش حاجه؟ يا باشا ده شغلي، زي ما انت شغلك بتاع مندوب مبيعات وبتبيع حاجاتك وبتسوقها، زي ما ده شغلي بيجيني كل يوم صيانه في المحل هنا، وهو الفيديوهات بشورها لكم بنفسي وانا بعملها قدامي قدام الكل، ان الريسيفر بيبقى فيه مشكله وبايظ. لو الريسيفر بوظت الشاشه مبروك عليك يا باشا، الشاشه واشتغل بيها والكلام زي الفل. لو الريسيفر بوظ الشاشه ارجع لكلامي تاني واسمعه وحطه في ودانك وطبقه على نفسك يا بتاع كارفور، عشان خاطر انا ما بضلكش في حاجه، والله انا بقول لك المعلومه لوجه الله. الريسيفر شغال عندك مفيش مشكله، خلاص مبروك عليك الشاشه والريسيفر بتاعها وشغال. انت عايز تنقل قناه او ترتب قناه او ما ترتبش قناه، ورينا ترتبها ازاي، عايز تحط تردد ورينا تحطه ازاي، عايز تبحث على قناه معينه او تنقلها او تجيبها ورينا تعمل ازاي في ربع ساعه ولا في 10 دقائق زي ما احنا بنعمله على الرصيفر الداخلي، على الرصيفر الخارجي. لو هتعرف تعمل ده كله مبروك عليك الشاشه، مبروك عليك كارفور، وصلي على النبي.